والعام. وما أعظمها من ليلة تتبدل بها نماريس الكون، إذ أن بها بهجة وسرور، وبها تهيؤ وحضور. ليلة كما أن هذه القلوب بشت لها وفرحت، كذلك الملائكة في السماء قد أعدت العدة، وما هي إلا في تنازل وفي تتابع من أجل أن تقذف على هذه القلوب رحمة وسكينة. إنها ليلة أمنية عظيمة، إنها أول ليلة من رمضان. فقد وردنا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا تقشعر له الجلود وتخر له القلوب، قلوب المؤمنين ساجدة بما لهذه الليلة من فضل عظيم. فقد أورد الإمام الترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة في رمضان. نعم يا رسول الله، ما الأمر؟ ما بهذه الليلة؟ قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان فلا يغلق منها بابا، وأغلقت أبواب النار فلا يفتح منها بابا، ومردت وصفدت مردة الشياطين، ونادى مناد: أيا باغي الخير أقبل. فلا تزال السماوات فيها ملائكة عظام تنادي هذه القلوب التي لبتها من الدعوة بهذا الحضور المبارك، ليلبوا هذا المنادي، منادي السماء ومنادي الأرض: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. في هذه الليلة العظيمة المباركة فتحت أبواب الجنة، وما فتحت إلا لكم ولهذا الحضور المبارك ولقصودكم ونواياكم العظيمة ولأجل اشتياقكم إلى رمضان. فأنتم الآن في معارج السالكين إلى رب العالمين في هذه الليلة، وأنتم تعقدون النية. لذلك علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: لا صيام لمن لم يبيت النية. فمن هديه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الساعات أنه يبيت النية. ونعقد الآن نية صيام رمضان، وليست الصيام حسب، وإنما أن تكون هذه النية حاملة لبرنامج رمضاني، أن تكون هذه النية في قلبك قد أعددت ونظمت وقتك لرمضان. كم ختمة تريد أن تختم في رمضان في شهر القرآن؟ لابد عليك أن تنوي بأن الأعمال بالنيات، وإن الله ينطلع إلى نيتك فيوفقك لتحقيق هذا المقصد. فلا بد منا كل منا أن ينوي الآن مع الصيام، يقول: يا ربي أعني على قيام ليلة رمضان كله، قيام مع الإمام صلاة التراويح وصلاة التهجد، والإقبال على الله سبحانه وتعالى بكليته. وأن تنوي كذلك ختم شهر القرآن في هذا الشهر على الأقل 5 ختمات، على الأقل 3 ختمات. فأنت إذا استطعت أن تفرغ نفسك بعد صلاة الفجر نصف ساعة، وبعد الظهر نصف ساعة، وقبل الفطور نصف ساعة، تحقق في اليوم الواحد 3 أجزاء، وإذا بك تنتهي في رمضان ب3 ختمات. فإن من هدي السلف الصالح والصحابة والصالحين كانوا إذا أقبل رمضان انقطعوا عن بقية
بقية الأمور وأقبلوا على القرآن، فإن للقرآن في رمضان دروسا. فلا يسرني ويسعدني في هذه الساعة، ليسعدني في هذه الساعة أن أهنئكم وأبارك لكم قدوم هذا الشهر العظيم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحقق لكم مقاصدكم، وأن يجعلكم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.